بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم معاكم النهارده كلمتين في موضوع صفقة امام عاشور الى النادي الاهلي. مبدئيا كل الكلام ان امام عاشور خلاص وقع للنادي الاهلي 4 مواسم مقابل 3 مليون و400 الف دولار لنادي ميتلاند الدنماركي. طيب، في تأكيدات على ان الصفقة تمت، في كلام رسمي؟ لسه لحد هذه اللحظة مفيش اي كلام رسمي. طيب، اعلام نادي الزمالك يسكت؟ لا، اعلام نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك تتحدث ليل نهار عن صفقة إمام عاشور ومبادئ النادي الأهلي. مين بيقود هذه الحملة؟ للأسف الكابتن خالد الغندور، راعي التعصب في الكرة المصرية. الكابتن خالد الغندور اتكلم بيقول فين مبادئ النادي الأهلي. احنا على طول نعرف ان النادي الأهلي عنده مبادئ، وازاي يسمح ان لاعب يهين النادي الأهلي ويعني يزعق للاعب او يتخانق مع وليد سليمان، بيغلط في رموز النادي الاهلي، هو وزمايله هتفوا ضد النادي الاهلي، وبيقول الكلام ده على قناة النادي الزمالك، وهو يعني سعيد، وهو بيفتخر ان هو امام عاشور قال الكلام ده. طبعا ده مش حبا في امام عاشور، ولكن بيقول الكلام ده زعلان جدا ان امام عاشور، وشايف ان دي صفعة قوية جدا لنادي الزمالك. للاسف بيثبتوا دايما ان هي صفقة وصفعة لنادي الزمالك، مش مجرد ان هي صفقة عادية. النادي الاهلي تعاقد من لاعب بيلعب في نادي دنماركي، لاعب من ميتلاند. امام عاشور هو لاعب لنادي الزمالك سابق لنادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك بيحب امام عاشور، بيحب امام عاشور. زعلان ان امام عاشور مضى ووقع للنادي الاهلي وهيلعب بفانيلة النادي الاهلي، اكيد زعلان. وده ينطبق نفس الكلام على عبد الله السعيد لما راح وقع مع نادي الزمالك وقبض من نادي الزمالك، وبعد كده عرفنا ان حكايه بقى ان هو انتقل لبيراميدز والصفقه ما كملتش والكلام ده كله. كذلك ينطبق الكلام على رمضان صبحي، ترك النادي الاهلي في ظروف صعبه. النادي الاهلي يعني عرض عليه كل العروض وكل الاغراءات، ولكن كان هو شايف ان هو عنده طموح. فين عبد الله السعيد دلوقتي؟ فين رمضان صبحي؟ فين شريف اكرامي؟ فين احمد فتحي؟ وفين كل لاعب بيترك النادي الاهلي وبيدور على الطموح؟ مش موجودين. امام عاشور رغبته النادي الاهلي. اذا امام عاشور شايف ان هو اكتفى من اللعب لنادي الزمالك، او ان هو مش هيحقق المزيد لنادي الزمالك. حقق الدوري مع نادي الزمالك، شايف ان هو بقى بعيد عن بطولة افريقيا، بعيد عن التدوير على الالقاب بالنسبة لقارة افريقيا، بعيد عن كاس العالم للاندية. اكيد ان هو شايف ان هو في النادي الاهلي هيبقى افضل، مكانته هتبقى احسن، اكيد ان هو شعبيته هتبقى اعلى. ممكن برضو يكون باصص على عرض اوروبي، وشايف النادي الاهلي ممكن يسوقه كويس. النادي الاهلي هو نادي مبادئ ونادي قيم. انا من وجهة نظري كمشجع للنادي الاهلي، لو امام عاشور ما اعتذرش عن الكلام اللي قاله ضد النادي الاهلي والهتافات وقصه وليد سليمان والكلام ده، في وقتها ما كنتش هقبل دلوقتي ان امام عاشور يعتذر في الوقت الحاضر قبل ما هو مثلا يمضي الصفقه، او ان النادي الاهلي نفسه ما كانش هيرضى ان هو يعمل فيديو لامام عاشور بيعتذر فيه اساطير النادي الاهلي عبر التاريخ ولوليد سليمان. استحاله النادي الاهلي يعمل حاجه زي كده، لكن هي جت وهو لاعب في نادي الزمالك، اعتذر وهو لاعب في نادي الزمالك. شايف ان هو دي كانت غلطه منه واعتذر. ونتمنى طبعا ان انا عن نفسي كواحد من جمهور النادي الاهلي بتمنى طبعا ان الصفقه تتم، وهتكون حاجه كبيره جدا وشيء رائع للنادي الاهلي. نفسي بقى اعلام نادي الزمالك يتكلم شويه في مشاكل نادي الزمالك، نفسي قناه نادي الزمالك تتحدث عن نادي الزمالك وليس عن النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي وكل حاجه بتخص النادي الاهلي.